السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج العمق مع أحمد الجندي. هنتكلم الحلقة ديت عن الجانب الثالث من دراسة الجدوى وهو الجانب المالي. احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الجانب التسويقي والجانب الفني، وقلنا في الجانب التسويقي ان احنا قبل ما بنخش السوق بندرس السوق كويس ونشوف هل سوق الأغنام البرئي يستوعب منتجين ومربين جدد ولا لا. اتكلمنا في ده ووضحناه الحلقة اللي فاتت، واتكلمنا عن أهم الشروط والمواصفات اللي لازم تكون موجودة في حظاير التسمين، وأهم الشروط والمواصفات اللي لازم تكون متوفرة في الأدوات والمعدات اللي احنا بنستخدمها داخل حظاير التسمين، وأهم الشروط والمواصفات في العمالة اللي هتتابع القطيع داخل حظاير التسمين. واللي ما شافش الحلقة أنا هسيب لكم لينك الحلقة في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدأ حلقتنا ونتكلم عن الجانب المالي. الجانب المالي بيتكون من عنصرين اتنين، عنصر الإيرادات وعنصر التكاليف. وانا الحلقة ديت هستعين بالبورد او السبورة علشان خاطر في ارقام وحسابات نقدر نستوعبها مع بعضنا. يلا بينا نبدأ الحلقة. طبعا انا كنت قايل لحضراتكم ان احنا هنستخدم البورد او السبورة علشان خاطر نتكلم عن الارقام والحسابات الخاصة بدراسة الجدوى المالية، ولقيت انه من الافضل ان احنا نستخدم اللاب علشان خاطر تبقى الامور اوضح والصورة قريبة وحضراتكم تشوفوا الارقام بوضوح. طبعا ديت دراسة جدوى مالية لتسمين 20 خروف. طبعا ال20 خروف هيبقى متوسط وزنهم عند بداية التسمين 20 كيلو، فتمن الخروف هيبقى 2800 جنيه، في 20 خروف هيبقى 56,000 جنيه. ده بالنسبة لتمن ال20 خروف. ومدة دورة التسمين هتبقى 6 شهور، على أساس إن بعد 6 شهور هيبقى العيد الكبير، وده موسم بيتزايد عليه الطلب في اللحوم. طيب عايزين نحسب بقى مدة دورة التسمين باليوم. احنا قلنا 6 شهور في 30 يوم هيساوي 180 يوم. وبالنسبة للخرفان البرئي معدل النمو اليومي للخروف 250 جرام، يعني كل يوم بيزيد الخروف البرئي بمعدل 250 جرام. طيب عايزين نحسب بقى معدل الزيادة للخروف في الشهر. هنضرب 250 في 30 يوم هيدينا 7 كيلو ونص في الشهر. ديت تعتبر المعطيات اللي موجودة عندنا، على أساسها هنحسب التكاليف. طبعا التكاليف ماشية في 3 مسارات: التغذية والرعاية البيطرية والخدمات اللي هي الكهرباء والمية. طبعا عندنا التغذية بندين اتنين، بند أعلاف مركزة وبند أعلاف خشنة. الأعلاف المركزة بالنسبة للخروف بياكل 2.5% من وزنه قايم، يعني الخروف لو 20 كيلو هياكل 2.5% من وزن ال20 كيلو دول. هنحسب بقى استهلاك الخروف للأعلاف المركزة في بداية دورة التسمين، ونحسب برضو استهلاك الخروف للأعلاف المركزة في نهاية دورة التسمين عشان نطلع المتوسط اللي بياكله الخروف في اليوم الواحد طول مدة دورة التسمين. فهو بياكل علف مركز 2.5% في 20 على 100 هياكل 500 جرام. ده في بداية دورة التسمين عند وزن 20 كيلو، وعند وزن 65 كيلو اللي هو نهاية دورة التسمين طبعا هيوصل معاك 65 كيلو، لأن انت مدخله 20 كيلو. هيقعد عندك 6 شهور، الشهر بيحاول 7 كيلو ونص، يبقى 7 كيلو ونص في 6 شهور يبقى 45 كيلو على 20 اللي انت كنت مدخل الخروف عند الوزن دوت هيبقى 65 كيلو. هياكل 2.5 في 65 على 100 هياكل كيلو 625 جرام. هجمع 500 جرام والكيلو 625 جرام واقسمهم على 2 عشان اطلع المتوسط. يبقى هنا متوسط استهلاك العلف اليومي طول مدة دورة التسمين للخروف هيبقى 500 جرام في بداية مدة التسمين زائد كيلو 625 جرام في نهاية مدة التسمين على 2، هيدينا كيلو و50 جرام. طيب أنا كده حسبت متوسط استهلاك العلف اليومي طول مدة دورة التسمين للخروف الواحد. طيب عايز أحسب متوسط استهلاك العلف اليومي طول مدة
دورة التسمين لل20 خروف. هيبقى عندي، احنا قلنا الخروف متوسط استهلاكه كله 50، هيبقى كيلو 50 في ال20 خروف اللي عندي هياكلوا 21 كيلو، يبقى ال20 خروف هياكلوا كل يوم 21 كيلو علف. طيب عايز احسب بقى الكمية اللي هتستهلكها الخرفان او ال20 خروف طول مدة دورة التسمين اللي هم ال180 يوم. هيبقى عندي 21 كيلو علف اللي هو استهلاك يومي لل20 خروف في 180 يوم، هيدينا 3 طن 780، 3 طن 780 كيلو. طيب السعر، التلاتة طن 780 كيلو، الكيلو هيعمل 12 جنيه، يبقى عندنا 3780 أو 3 طن 780 في 12 جنيه هيدينا 45360 جنيه. يبقى التكلفة بتاع التغذية، تغذية الأعلاف المركزة هتبقى 45360 جنيه. طيب هنحسب برضو الأعلاف الخشنة. قبل ما نحسب لازم نعرف الخروف بياكل قد ايه أعلاف خشنة. برضو الخروف بياكل 1% من وزنه قايم، يعني هو 20 كيلو هنضرب في 1 ونقسم على 100 هيدينا 200 جرام. طبعا الأعلاف الخشنة أو المادة المالئة ديت عبارة عن الأدبان، سواء تبن برسيم حجازي أو تبن برسيم أو تبن فاصوليا أو تبن غلة أو تبن قش رز. أي نوع من أنواع الأدبان متوفر عندك هو ده اللي يعتبر مادة مالئة أو الأعلاف الخشنة. طيب كده في بداية دورة التسمين هياكل 200 جرام مادة مالئة أو أدبان. في نهاية دورة التسمين عند وزن 65 هياكل 650 جرام. عايزين نجيب المتوسط بقى بتاع الاستهلاك اليومي من الأدبان. هناخد 200 جرام نجمعهم على 650 جرام ونقسمهم على 2، يبقى استهلاك الخروف في اليوم الواحد من المادة المالئة أو الأدبان هيبقى 425 جرام. طيب عايزين نحسب الاستهلاك اليومي لل20 خروف من المادة المالئة، هيبقى 425 جرام في 20 خروف هيدينا 8 كيلو ونص. بعد كده هنحسب الكمية خلال فترة التسمين اللي هم 180 يوم لل20 خروف. احنا قلنا ال20 خروف بيستهلك 8 كيلو ونص أدبان في اليوم، هنضربهم في 180 يوم هيدينا طن 530 كيلو، يبقى ال20 خروف هيستهلكم طن 530 كيلو مادة مالئة أو أدبان خلال مدة دورة التسمين اللي هي 180 يوم. طيب سعر المادة المالئة أو الأدبان قد إيه؟ يبقى احنا عندنا طن 530 كيلو في 2 جنيه، وليكن هنشتغل بتبن الفاصوليا، البروتين بتاعه كويس والغنم بتحبه وبتستهلك منه كميات كبيرة، فاحنا هنقول سعر الكيلو النهاردة 2 جنيه هيبقى 3060 جنيه، يبقى تكلفة المادة المالئة أو الأدبان هتبقى 3060 جنيه. بعد كده هنتكلم ونحسب تكاليف الرعاية البيطرية. الرعاية البيطرية تعتبر ماشية في ثلاث أو 4 مسارات: جدر الأغنام وطاعون الأغنام والكوفاكسين والأوفوماك والبندازول. فاحنا جدر الأغنام وطاعون الأغنام ديت أمراض فيروسية لازم نحصن الحيوان، عشان لو الحيوان اتصاب بالأمراض ديت بتسبب خسائر كبيرة، فلازم نحصن جدري ولازم نحصن طاعون. أما الكوفاكسين ده بيعتبر للأمراض البكتيرية، والأوفوماك والبندازول ده يعتبر بيكافح الطفيليات الداخلية والطفيليات الخارجية. فاحنا عندنا تكلفة تحصين جدر الأغنام للخروف الواحد 10 جنيه، في 20 خروف هتبقى 200 جنيه، وتكلفة تحصين طاعون الأغنام للخروف الواحد 10 جنيه، في 20 خروف هيبقى 200 جنيه برضه. والكوفاكسين تكلفة التحصين بتاعه 30 جنيه للخروف الواحد، في 20 خروف ب600 جنيه. والأوفوماك والبندازول للخروف الواحد 10 جنيه، في 20 خروف يبقى 200 جنيه. ده بالنسبة للرعاية البيطرية.
بالنسبة للخدمات اللي هي الكهرباء والمية، 30 جنيه كل شهر كهرباء في 6 شهور ب180 جنيه، والمية 20 جنيه في الشهر، ففي ال6 شهور هيبقى 120 جنيه. ده بالنسبة للتكلفة. إجمالي التكلفة بقى وصل قد إيه؟ وصل 49,920 جنيه، ده إجمالي التكلفة. طيب متوقع الوزن في نهاية دورة التسمين قد إيه؟ إحنا قلنا الخروف بيحول 7 كيلو ونص في الشهر، في 6 شهور هيبقى 45 كيلو، زائد 20 كيلو وزن الخروف عند الشراء، يعني إحنا اشتريناه 20 وحول معانا 45 ووصل معانا 65 كيلو. تمن بيع الكيلو قايم في نهاية دورة التسمين 105 جنيه. طبعا احنا حاطين ال105 ده يعتبر سعر دلوقتي. طبعا السعر ده على ما نوصل للعيد الكبير ويكون فيه الطلب كتير، فالسعر بيرفع في الوقت دوت، فاحنا حاطين السعر دوت على اساس السعر الحالي. طيب تمن بيع الخروف هيبقى قد ايه؟ طبعا احنا قلنا الخروف وصل معانا 65 كيلو في 105 هيبقى 6825. طيب كده نقدر نحسب تمن بيع ال20 خروف هيساوي ايه؟ هيساوي 20 في 6825، يبقى 136,500. يبقى احنا كده الإيرادات اللي موجودة عندنا 136,500 اللي هم حصيلة بيع ال20 خروف. طيب عايزين نحسب صافي الربح. صافي الربح بالنسبة لل20 خروف، صافي الربح هيساوي تمن البيع ناقص التكاليف اللي احنا حسبناها، اللي هي تكاليف التغذية والرعاية البيطرية والخدمات اللي هي الكهرباء والمية، ناقص سعر شراء الخرفان، الفلوس اللي احنا اشترينا بيها الخرفان. هيبقى صافي الربح لل20 خروف هيساوي 136,000 اللي هو تمن البيع، 136,500 اللي هو تمن البيع، ناقص التكاليف اللي احنا حسبناها 49,920، ناقص سعر شراء الخرفان اللي هم ال20 خروف. كان الخروف ب2800 في 20 يبقى 56,000، هيدينا 30,580 بعد ما نطرح التكلفة أو التكاليف وتمن شراء الخرفان من الإيرادات اللي هم 136,500، هيدينا صافي ربح 30,580 جنيه على 6 شهور اللي هي مدة دورة التسمين، يبقى الشهر ب5096 جنيه. طبعا اللي عايز يربي أكتر من كده الأرقام موجودة والتكلفة موجودة، هيضرب في 20 في 30 في 40 أيا كان العدد اللي هيربيه. لو عايز يربي أقل من كده 10 مثلا، هياخد الأرقام ديت ويقسمها على 2. طبعا وفي نهاية الفيديو أحب أشكر حضراتكم، ويشرفني ويسعدني متابعتكم على القناة. أهلا وسهلا بحضراتكم.